أهلا بكم معانا. أتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. بيبدأ الفيلم بظهور مجموعة بنات مربوطة في زنزانة، ولما بيفوقوا بيلاقوا قنبلة موقوتة ولازم يفكوا نفسهم قبل ما تتفجر، وبالفعل بتكسر واحدة اسمها بي كوباية وبتقطع الحبل بإزازها، وبتقدر تفك لين وبنتين كمان، لكن للأسف مش بتقدر تفك الباقي والمكان بينفجر بيهم. وبيطلع المكان ده تابع لمنظمة سرية اسمها منظمة الظل، واللي بتنفذ عمليات لحساب جنرال في الجيش، والرئيس بتاعهم بنت اسمها مي. وبنشوف لين وهي بتنفذ مهمة وبتقتل الشخص اللي مطلوب منها تقتله، وبعد ما بتخلص بتهرب وبتنزل كأنها ما عملتش حاجة. لكن قبل ما بتمشي بتشوف الجنرال ماتشي وهو بيرقص في حفلة، وفي اللحظة دي بتفتكره لما قتل أختها، وهنا مش بتقدر تمسك نفسها وبتطلع المسدس علشان تقتله. وبنرجع بالزمن علشان نعرف ايه اللي حصل مع لين وايه اللي وصلها لكده، وبنشوفها وهي راجعة البيت مع زميلها الصحفي فانج واللي بيحبها وبيعرض عليها الجواز وبيلبسها اسوره هديه. لكن قبل ما بترد عليه بتلاقي الناس كلها بتجري وبتشوف الجنود وبيحاولوا يقبضوا على اختها، فبتجري لين علشان تساعدها، لكن فانج بيقول لها انه هيتصرف وانها مش هتقدر تقف قدام الجنود. وبيروح يصور ماتشي وبيقول له ان هو هينشر ايه اللي بيعمله في الناس، وهنا بيتجنن ماتشي وبيقول للجنود يبعدوه عنه لانه مش بيحب الصحفيين. وفجاه بيتضرب نار على اختها وبتموت، والغريب انهم مش بيكونوا ادوا اوامر بالضرب. وبعد ما بيمشي ماتشي والجنود بتجري لينا على اختها، وفي اللحظه دي بتظهر مي مع المساعدين بتوعها وبتقول لهم ياخدوا الجثه من على الارض، لكن لين بتسالها هي مين وتعرف اختها منين، فبتهددها مي بالمسدس علشان تمشي، لكن لين مش بتخاف وبتروح ماسكه المسدس وبتقول لها انها مش خايفه منها. وهنا بتقول لها مي ان اختها كانت شغاله لحساب المنظمه بتاعتها، وان ماتشي قتلها عشان هي قتلت واحد، ومش بتصدق لين اللي بتسمعه لان اختها مدربه رقص وملهاش اي علاقه بالسياسه. لكن بتشوف بنفسها الورقه اللي اختها كاتباها، وبعد شويه بتتفاجئ ان الجنود جايين على البيت وبيفتشوه. وهنا بتروح لين راميه بنزين في البيت ومولعه بيهم، وبتنزل على مكتب فانج وبتسيب له الاسوره اللي اداها لها. وفي الوقت ده بيكون فانج بيدور في مكان الجريمه على اي حاجه تساعده، وبالفعل بيلاقي الرصاصه اللي اتضربت على اختها وبيستغرب من شكلها وبياخدها معاه. وبتروح مين على ليه في الكافيه اللي بتقعد فيه وبتاخدها ميا على مقر المنظمة السري، وبتقول لها انهم بيدربوا البنات علشان ينفذوا مهمات المنظمة ضد الظلم، لكن بتفهمها ان كل التدريبات شاقة وصعبة واهم حاجة ان ما تجيبش سيرتهم حتى لو اتمسكت. وبتوافق لين عشان تقدر تنتقم لاختها من ماتشي اللي قتلها، وبتتعرف هناك على بي اللي بتحاول تهون عليها صعوبة التدريب، فبتسألها لين عن سبب وجودها في المنظمة، وبتحكي لها بي حكايتها وبتقول لها انها من سنتين كان عندها أسرة وكانت سعيدة في حياتها، لكن في يوم واحد من جنود ماتشي ضايق أختها، وهنا راحت بي وقتلته. لكن للأسف لما رجعت البيت فكرت في اللي ماتشي هيعملوا فيهم، فراحت قتل أهلها كلهم بإيديها علشان ترحمهم، وانضمت بعد كده للمنظمة علشان تنتقم منه. وبتشوف لين وهي بتشارك في التدريبات ومي بتتابع كل حاجة، وبتتعلم لين ضرب النار وازاي تغير صوتها عشان يبقى شبه صوت أي حد. وبتكمل لين تدريباتها وبيجي ميعاد أول مهمة، فبتسلمهم مي ورقة التعليمات المطلوبة وبتقول لهم إن في قايمة بأسامي الثوار مع رئيس شرطة، وبتطلب منهم يجيبوا القايمة دي بأي طريقة. لكن قبل ما لين بتمشي بتقف قدام الزهرة اللي مزروعة بتراب أختها وبتودعها وبتقول لها إنها هتقتل ماتشي وهترجع تاخدها معاها. وهنا بنرجع للحظة اللي هاجمت لين فيها ماتشي وبتقتل عدد كبير من الحراس، وبتكون بي مستنياها في العربية قدام الفندق، وبتتوقع إنهم هيقبضوا عليها بعد ما سمعت ضرب النار. لكن لين بتضرب نار بشكل عشوائي على كل الجنود وبتنط من فوق السطح على المبنى اللي جنبها، وبتاخدها بي بسرعة في العربية وبيهربوا. وأول ما بيرجعوا وبتعرف مين اللي حصل بتضرب بي، وهنا بتتفاجئ لين لأن هي اللي ملتزمتش بالمهمة، لكن مي بتهددها إنها إذا عملت حاجة تاني هتقتل بي قدامها، وبتوعد لين بي إنها مش هتعمل أي حاجة مخالفة تاني. وبيجي ميعاد المهمة التانية، وهي إن لين تتعرف على تساوين، وده يبقى ابن رئيس الغرفة التجارية علشان تاخد منه خريطة الدفاع البحري. وبالفعل بتنفذ لين المهمة على طول، وبتقف قدام عربيته وهي بتعدي، فالسواق بيفرمل ودماغ تساوين بتتخبط، وبيروح على المستشفى اللي جنبهم علشان الجرح. وطبعا لين بتكون مجهزة نفسها وعاملة ممرضة، وبالفعل بتقدر انها تتعرف عليه. لكن في اللحظة دي بتتفاجئ ان فانج وصل وبيطلع صاحبه، وهنا بتمشي لين بسرعة من المكان، فبيشوفها فانج وبيجري وراها وبيحاول انه يكلمها، لكن لين بتعمل نفسها مش عارفاه، وبيطلع تساوين وبيقول للفانج
فانج يسيبها تمشي، وفي اللحظة دي بيتدخل باقي الفريق وبيساعدوها عشان تهرب. وبالليل بتروح لين تقابل ساوين في مكتبه، وبتقدر إنها تخدره وبتدور على ورقة المعلومات اللي عايزينها. لكن في الوقت ده بيدخل الجنود وبيهاجموها وبتضربهم لين كلهم وبتخلص عليهم. وقبل ما تمشي بيفوق ساوين وبيسألها هي مين، لكن مش بيقدر يقتلها وبيسيبها تمشي. وللأسف في اللحظة دي بيتدخل باقي الفريق وبيقتلوه وبيقولوا لين إن هي دي الأوامر. وأول ما بينزلوا بيشوفها فانج وبيجري وراها وبيقولها إنه شاف كل حاجة. وهنا بيروحوا البنات ضاربينه وبيقولوا لين تقتله، لكن لين بترفض وبتقول لهم إنه ما عملش حاجة. وبتلاحظ بي قد إيه لين معجبة بيه، فبتروح بي قتلة زمايلها وبتقول لين إنهم هيقولوا إن الجنود هجمتهم وهم اللي قتلوهم. وبالفعل بيقولوا الكلام ده لمي. والغريب إنها بتقرر تاخد وش بنت منهم عشان تعملوا قناع ويستخدموه لين وبي بعد كده. وبيجي اتصال لمي من رئيس المنظمة وبيطلب منها مفتاح المقبرة، وبتطلع إنها بتساعد اليابانيين عشان باباها يعترف بيها، وكل المطلوب منها إنها تجيب مفتاح مقبرة الإمبراطور عشان ياخد منها الختم الأثري بتاع الصينيين. ومفتاح المقبرة ده بيكون متكون من 4 حاجات لأشكال تاريخية في الصين، ومي قدرت تجمع منهم 3 حاجات. واللي بقي عشان يفتح المقبرة حجر موجود مع الجنرال ماتشي. وطبعا بتقرر مي إنها لازم تنفذ المهمة عشان توصل لهدفها. وبنشوف لين قاعدة مع بي في الكافيه وبيراقبوا فانج وهو بينقل حاجته بعد اللي حصل له عشان يمشي. وبتقول بي للين إنها بعد ما تنتقم من ماتشي تروح تتجوز فانج وتنسى كل اللي حصل. وفي اللحظة دي بيشوفوا الجنود وهي بتقبض على فانج وبياخدوه على ماتشي اللي بيهدده عشان يبطل يكتب عنه، وبيعرض عليه يرقيه لكن على شرط إنه يكتب لصالحه. وطبعا فانج بيرفض وبيقول له إنه لازم يكتب الحقيقة. وبيشوف ماتشي وهو بيغسل عينه الصناعية وبيركبها تاني. وفي نفس الوقت بتكون لين بترتب لدخول بيت ماتشي وبتشتغل خدامة عنده هي وبي علشان يراقبوه ويقدروا يعرفوا مكان المفتاح. وبتعرف لين مكان فانج وبتروح تقول له إنها لين بس لابسة قناع، وبتفهمه إنها هتساعده يهرب من هنا. فبيقول لها فانج إنه لسه بيحبها وبيلبسها الأسورة تاني، وبيتفقوا تخلص مهمتها ويهربوا مع بعض. لكن قبل ما لين تمشي بيوريها فانج الرصاصة اللي قتلت أختها، وبيقول لها إن عليها رسمة معينة مش بتكون مع الجنود العاديين. وبتروح لين على السايس وبتديله فلوس علشان يساعدهم يهربوا. وبعد كده بتبلغ بي بالاتفاق اللي عملته وبتطلب منها تهرب معاها. وبتراقب الجنرال ماتشي وبتعرف مكان المفتاح فين، وبتشوفه وهو بيفتح باب سري في مكتبه. وفي نفس الوقت بيلاحظ فانج إن في رسمة على الحيطة فيها رسومات وأشكال بتسلسل معين. وفي اللحظة دي بتدخل بي وبتقوله إنها هتوصله للمكان اللي هيهرب فيه مع لين. وبنرجع للين اللي بتقدر تفتح الباب السري وبتدخل تدور على المفتاح واللي بيطلع حجر في تمثال على شكل تنين. وفي الوقت ده بتوصل بي فانج عند السايس وبتقوله إن لين هتقابله بره وهتهرب معاه، لكن هي عندها حاجة لازم تنفذها الأول. وبتروح على ماتشي عشان تكمل باقي المهمة وتقتله، لكن بيطلع إنه اكتشفها وعرف إنهم سرقوا المفتاح. وبيشيل القناع من على وشها وبيسألها عن سبب وجودها عنده. وهنا بي بتقوله إنها جاية علشان تقتله، وبتقوم تضرب الجندي لكن قبل ما تقتل ماتشي بيكون قتلها. وفي الوقت ده بتكون لين مستنية فانج وبي بره القصر، وللأسف بتعرف من فانج إن بي ما هربتش معاه. وهنا بتعرف لين إن بي حصل لها حاجة، فبتطلب من فانج إنه ياخد باله من الحجر اللي هو مفتاح المقبرة لغاية ما ترجع. لكن فانج بيفاجئها وبيقول لها إن الحجر ده مزيف وإن الحجر الحقيقي مش بيشيله ماتشي من عينه الصناعية. وبتقرر لين إنها ترجع بسرعة على القصر تجيب الحجر الحقيقي وتساعد بي على الهروب. وبالفعل بترجع لين بسرعة على القصر، لكن للأسف بتشوف جثة بي وهم شايلينها وبتدخل على ماتشي علشان تقتله، لكن بيقدر إنه يتخلص منها وبيضرب عليها نار. وهنا بتهرب لين على مخزن البنزين وبيدخل ماتشي والجنود وراها، وبتطلع لين تقتل في الجنود كلها. وبعد ما بتخلص عليهم بتضرب ماتشي وبتربطه وبتاخد الحجر وبتروح مولعة في المكان كله عشان تنتقم لأختها والبي منه. وفي الوقت ده بتكون مي بتلبس الزي الياباني عشان تستعد إن باباها يعترف بيها، وبتوصل لين بالحجر وبتحطه في الصندوق اللي فيه باقي الحاجات اللي هتفتح المقبرة. لكن في اللحظة دي بتشوف لين مسدس مي وعلى نفس الرسمة اللي موجودة على الرصاصة اللي قتلت أختها. وهنا بتسأل مي إذا كانت هي اللي قتلت أختها، فبترد مي عليها بكل برود وبتعترف إن هي اللي قتلتها علشان شخصيتها اتعرفت. وبتتجنن لين إنها اتخدعت طول الفترة دي وبتحاول تقتل مي، لكن الحراس بيدخلوا يواجهوها وبتسيبها مي وبتروح عشان تفتح المقبرة. وهنا بيظهر فانج وبيضربهم وبيساعد لين، وبيروحوا مع بعض ورا مي علشان يمنعوها تفتح المقبرة. وبيشوفوا مي وهي بتدخل المقبرة وبتاخد ختم الإمبراطور الصيني، وبتقول لين إنهم لازم يمنعوها تاخد آثارهم
ختمهم الصيني وتسلمه لليابانيين، وبتدخل لين تحارب مي وبتقدر تاخد منها الختم وبترميه، فبياخد فانج الختم الأثري، وهنا بتضرب لين مي بالسيف وبتشغل باب المقبرة علشان يقفل عليها، وبيرمي لها فانج الختم تاني علشان ترجع تاخده، وبيتقفل عليها المقبرة لوحدها. وفي النهاية بتزرع لين زهرة أختها وزهرة بي بنفسها، وبتوعدهم إنها تكون أسرة مع فانج وهتعيش معاه حياة سعيدة. ولغاية هنا بيخلص فيلم النهاردة. أتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد.